عايز اعرف معلومه بتخيل ان كمان ما اتقالتش قبل كده عن الحوار بين الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مع محاميه لاول مره وفي اللقاء الاخير. محامي الشيخ حازم جار وصديق، صديق ليا وصديق للشيخ حازم، هو صديق مشترك. فهو اللقاء للشيخ حازم لما دخل عليه في عند مأمور السجن، فدخل مأمور السجن موجود والظباط بيبقى فيهم ضابط امن دوله ما بيبقاش معروف للناس لكن معروف لاداره السجن طبعا. فدخل الشيخ حازم، وانت عارف الشيخ حازم ربنا يفرج كربه ممكن يبقى يعني يطلع قنابل ولكنه هو ايه؟ مبتسم. فبص على الانتريه بعيد كده وقال للمحامين والاخ المحامي قال له اتفضل هنا يا استاذ فلان، وكانه هو ايه؟ في الصالون بتاعه يعني. فالمأمور قال له ايه؟ لا هنا يا شيخ حازم. قال له مش ممكن. قال له ليه؟ قال له كيف اجمع بين اخواني واعدائي؟ قال له ايه؟ قال له طبعا دول محامين، دول اخواني وانتوا اعدائي، كيف اجمع؟ فظابط امن الدوله اضطر يتدخل، افصح عن نفسه، قال لا سيبوا الشيخ حازم يقعد مكان ما هو عايز. فالاخ المحامي بيقول له ايه اخبار، ايه رؤيه حضرتك للموضوع؟ قال له المعركه بيننا وبين هذا الانقلاب معركه وعي، الوقت اللي هنكسب فيه معركه الوعي سيزول فيها لهذا الانقلاب. قال له تتوقع كام؟ قال له انا حاسس ان اقعد هنا سنتين. عدى منهم دلوقتي ايه؟ سنه وشهرين. عدى منهم. قال له ده في الشهر الاول للقاء الشيخ حازم، قال له انا حاسس اني هقعد في المكان ده ايه؟ سنتين لحد ما نكسب معركه الوعي. ثم اردف قائلا قال له ايه؟ ايام كان المعتقلين انا فاكر الرقم كانوا 16000. قال له احنا كام الف دلوقتي؟ معتقل. قال له 16000. قال له قليل. قال له انت عارف احنا ممكن نفكر نتكلم مع الانقلابيين دول امتى؟ قال له امتى؟ قال له لو اعتقلوا مننا مليون. قال له مليون من 90 عدد بسيط، ومليون يعتقلهم نظام يستحيل. قال له فاحنا لسه قدامنا، لسه احنا. قال له احنا صابرين وصامدين. بعد مرور عام نفس المحامي قال جاي الشيخ حازم بقول له عدى سنه يا مولانا، ايه اخبار حضرتك؟ قال له انا مستبشر جدا، ومن ساعه ما قابلتني الى الان مفيش مره قلت له يا رب اطلق سراحي، مفيش مره قلت له يا رب خرجني. قال له امال بتقول له ايه؟ قال له بقول له يا رب انصرني، ما دام ليا دعوه هدعيها، انا مش عايز اخرج، انا عايز انتصر. قال له احنا منتصرين ان شاء الله. ان شاء الله.